بص يا سيدي، مورجان دي ست أم 3 عيال بتشتغل بالليل عاملة نظافة في القسم. في يوم من الأيام وهي بتنظف بالليل خبطت بالغلط صندوق فيه ملفات قضايا. وهي بتلم الملفات اللي وقعت عينها جت على صورة من قضية قتل لسه حاصلة قريب، وبمجرد ما بصت على لوحة المتهمين جمعت الخيوط في دماغها وقالت إن واحد من المتهمين ده هو أصلا الضحية. تاني يوم والظباط كلهم متجمعين عشان قضية القتل، الضابط كراديك لاحظ تغيير في اللوحة وسأل: ايه ده؟ مين اللي عمل كده؟ بس كلهم كانوا مستغربين زيه، فراح زعق وأمرهم يراجعوا كاميرات المراقبة. اكتشفوا ان مورجان هي اللي غيرت اللوحة، فجابوها القسم عشان يستجوبوها. الملازم كان نفسه يعرف ايه اللي خلاها تغير المتهم لضحية، فمورجان عملت تحليل شامل كده من مجرد بصة على صور الملفات. القضية كانت بتقول إن راجل اتقتل ومراته اختفت بعد القتل، وده خلاها المتهمة الرئيسية. بس مورجان من نظرة واحدة للصور طلعت دليل يثبت إن كان في طرف تالت يوم القتل، وإن الطرف ده أكيد خطف الست عشان يلخبط الدنيا. وهم بيتكلموا دخل عليهم ضابط وقال إنه لقى تسجيل فيديو لشخص دخل بيت المجني عليه يوم القتل، مع إن ده بيثبت إن كان في طرف ثالث. الضابط كراديج أصر إن مورجان تتقبض عليها بتهمة التلاعب في التحقيقات. في نفس الوقت كانوا بيراجعوا تسجيلات يوم القتل واكتشفوا إن ست اسمها الآنسة جونج زارت بيت المجني عليه قبل القتل بنص ساعة. كيوشي جابوا الأنسة جونج اللي كانت بتشتغل عند المجني عليه زمان عشان يستجوبوها، بس أنكرت كل حاجة وقالت إنها كانت في البيت يوم الأكل. بس الحق هيظهر مهما طال الزمن. جريمة قتل. في نفس اليوم مورجان بتطلع من الحبس، وأول ما بتخطي الباب بتسمع الضباط بيتكلموا عن فيديو ماس جانج. من نظرة واحدة للفيديو مورجان بتاخد بالها إنه متعدل، فبتقول رأيها بصوت عالي، بس المحقق كراتيك بيطنش كلامها. وهي ماشية عشان تمشي الملازم بيوقفها عشان يشرح لها. بتشرح له إن الهوا كان جاي من الجنوب للشمال في الفيديو، وده مش المفروض يحصل عشان الهوا بيهب من الشمال للجنوب في الخريف في لوس أنجلوس. وبما إن الهوا كان جاي من جنوب يبقى الفيديو ده متصور من شهور فاتت. بعد ما اتأكدوا من كلامها اكتشفوا إن الفيديو كان متعدل عشان يخلوا ماس جانج المتهم الرئيسية. كلامها صح في كل حاجة. وهي خارجة من القسم الملازم بيوقفها عشان يتكلم معاها. مورجان بتعترف إن نسبة ذكائها 160 وإنها بتتفرج على أفلام وثائقية كتير. المصطلح التقني هو قدرات عقلية عالية، وده معناه إنك عندك قدرات معرفية متقدمة. في نفس الوقت المحقق كاراتيك بيقابل بنت الضحية اللي بتقول له إن أمها اللي اختفت لينيت كانت استلمت جواب سري من ست اسمها سارة قبل حادثة القتل بأسابيع. وبعد ما الأم قرأت الجواب سارة انتحرت، ودخل الأم مضطربة. لما سمع المحقق كراتيك الكلام ده بقى فضولي يعرف إيه اللي مكتوب في الجواب، وبيقول الملازم على الموضوع ده. بيخططوا يدوروا على الجواب في مكتب الست اللي اختفت، فالملازم بيروح يتوسل لمورجان عشان تساعدهم في حل القضية. بعد كده في نفس اليوم المحقق كاراتيك بيشرح لمورجان كل التفاصيل القضية وبيوديها عشان تستجوب أخت الست اللي اختفت. أثناء الاستجواب مورجان بتكتشف إن الأخت عالمة أحياء وإنها بتخبي حاجة عن الشرطة. لما بتقول المحقق كاراتيك على شكوكها بيرفض كلامها وبيقول لها إنها بتتدخل زيادة عن اللزوم. بس يا خسارة بعدين يا ترى المحقق كاراتيك راح فين؟ راح مكتب الست اللي اختفت وطلب إذن يفتش المكتب عشان يلاقي الجواب اللي ضايع، بس رفضوا طلبوه. من غير ما يعرف مورجان كانت متنكرة في زي ممرضة عشان تتسحب للمكتب وتدور على الجواب. لما وريته الجواب زعق لها وقال لها ازاي تسرقيه، ده ممكن يوديكي في داهية. بس هي هدته وقالت له اقرأ الجواب، اقرأ الجواب كويس. سارة أتكنسون كانت مساعدة قانونية في قضية براين دايموند، وتخيل بقى اللي كتبت الجواب كانت اتعرضت لاعتداء من واحد متنفذ اسمه براين، وكانت محتاجة مساعدة الست اللي اختفت عشان ترفع قضية عليه. من هنا مورجان شكت ان الراجل المتنفذ ده له علاقة بقضية القتل.
لما سمع كده المحقق كاراتيك قال لها ترجع الجواب المكتب وهو هيتصل بالمتنفذ براين عشان يستجوبه. براين أنكر أي حاجة، ولما ظابط بص في حجته اكتشفوا إنه كان في مدينة فونتانا يوم القتل، وده بيخرجوا من قائمة المشتبه بهم. دونيت كان في البلد يوم القتل بس ما كانش قريب من مكان الجريمة خالص، كان في فونتانا. وفي وسط ده كله المكتب اكتشف ان مورجان سرقت جواب، فراحوا القسم عشان يعملوا محضر. المحقق كاراتيك شاف المصيبة فرفض مورجان من القضية وقال لها ترجع لحياتها الطبيعية، بس راح زارها في بيتها تاني يوم عشان يعرف أكتر عن شكوكها. فشرحت له ان في حاجة غلط في حجة براين بانه كان في مدينة فونتانا. المدينة دي معروفة بالترفيه، وبراين مش باين عليه انه من النوع اللي يروح فونتانا لوحده. وكشفت كمان انها شافت لعبة عليها شعار فونتانا في بيت الاخت، وده معناه ان الاخت وبراين على علاقة. المحقق كاراتيك قال لها استنتاجاتك مقنعة بس مفيش حاجة هنقدر نعملها عشان براين والاخت ليهم حجة غياب ليوم القتل. وهم سايقين للعربية ورايحين القسم، مورجان رفعت شكوكها. هي شايفة ان القتل حصل قبلها بكام يوم، يبقى لازم ندور ورا الموضوع ده كويس، يمكن نلاقي خيط يوصلنا للحقيقة. الحكاية دي حصلت من كام يوم، بس المجرمين رتبوا الدنيا كأنها لسه حاصلة حالا، وهم بيبصوا في مسرح الجريمة وصلوا في الآخر إن الست اللي اختفت واجهت براين بموضوع الاعتداء على الخطاب، فراح براين ضربها. جوز الست شاف المنظر راح ماسك مسدس عشان يخوف براين، بس براين قتله بالمسدس ده، وبعدين ربطوا الست اللي اختفت. وبما إن الأخت عالمة بيولوجية اقترحت يجمدوا البيت عشان يلعبوا في تقدير وقت الوفاة بتاع الكورونال، وقبل ما يمشوا عدلوا في تسجيلات كاميرات المراقبة عشان يلبسوا التهمة لحد تاني. أول ما وصلوا للاستنتاج ده عرفوا على طول براين مخبي الست فين، وراحوا منقذينها في ساعتها. لما شاف الملازم ده عرض على مورجان وظيفة استشارية في اسم الشرطة، بس هي رفضت وقالت إنها مش بتاعت شغل المباحث ده. تاني يوم وهي بتتمشى مع بنتها الكبيرة في الجنينة لاحظت إن بنتها زعلانة على أبوها اللي بقاله 15 سنة مختفي. البنت فاكرة إن أبوها سابهم، بس مورجان بتحاول تفهمها إن جوزها اختفى فجأة. البنت مش مصدقة، فمورجان رجعت القسم في نفس اليوم عشان توافق على عرض الشغل، بس بشرط إنهم يساعدوها يلاقي جوزها اللي مفقود رومان سينكواري اللي اختفى من سنين. الملازم سمع الكلام ده ووافق على عرضها. أنا عايزاكوا تدوروا على واحد اسمه رومان سينكواري واختفى من 15 سنة. وبكده مورجان بدأت تشتغل كمحققة وتساعد في حل قضايا معقدة. في يوم من الأيام طلبت تعرف وصلوا لإيه في قضية جوزها المفقود، فالملازم سيلين سألت عن تفاصيل أكتر ممكن توصلهم ليه. مورجان كشفت إن آخر مرة شافته جوزها كانت بالليل لما أخذ عربيته عشان يجيب بامبرز بيبي اللي لسه مولود، ومن يومها اختفى كأنه فص ملح وداب. بعد ما عرفت التفصيلة دي الملازم سيلين ووعدت إنها تعيد فتح القضية وتكمل وراها لحد ما تجيبه. يا ستي في ليلة من الليالي مورجان قاعدة بتاكل مع عيالها، ابنها بيقول لها إن بنتها الكبيرة جابت امتياز في مشروع الرسم. مورجان من فرحتها خدت بنتها ونزلت بيها البدروم عشان توريها رسومات أبوها اللي اختفى، بس البنت اتضايقت عشان فاكرة إن أبوها سابهم ومشي. مورجان طمنتها وقالت لها إن أبوها عمره ما هيتخلى عنهم وإن الشرطة هتوصل للحقيقة. وفي يوم الضابط جه بيت مورجان عشان يقول لها على آخر الأخبار في قضية جوزها اللي اختفى. الضابط قال لها إن عربية جوزها اتلاقت في حجز المرور بعد ما اختفى ب3 أيام، ولقوا جوه العربية بامبرز أطفال، وده معناه إن جوزها ما كانش ناوي يسيبها، أكيد حصلت له حاجة وحشة. مورجان انهارت من العياط. بعد كام يوم ومورجان لسه بتساعد في حل قضايا قتل، الضابط اكتشف معلومة مهمة في قضية جوزها اللي اختفى، وراح واجه بيها ضابط اسمه ميلون. الضابط ميلون ده كان زمان قبض على جوز مورجان عشان كان بيرسم جرافيتي على الحيطة من 15 سنة. طلبت منه يوديها مكان الرسمة وراحوا سوا. أول ما وصلوا لقوا الرسمة موجودة، والضابطة كانت بتأمل إنها تلاقي فيها خيط يوصلها الحاجة. وفي نفس الليلة راحت لمورجان تاني عشان تقول لها على المعلومة دي، ورتها صور الرسمة وقالت لها إن جوزها اتقبض عليه زمان عشان كان بيرسمها في مكان ممنوع. المكان ده معروف إنه بيتجمع فيه المجرمين. الضابطة شكة إن جوزها شاف حاجة ما كانش المفروض يشوفها، وده اللي خلاه يختفي. بس مورجان رفضت الكلام ده وقالت إن جوزها كان هيقول لها لو شاف حاجة.
وبعدين علشان تساعد الضابط يكشف خيوط القضية، الست دي بتسلمه لوحات جوزها الكتير اللي كان راسمها على الحيطان. بعد كام شهر شغل في القسم، مورجان بقى من حقها تاخد نجمة التحقيق. وهي بتبص على النجمة الجديدة في الحمام، دخلت ست بتعيط. مورجان قلقت وسألتها مالها. الست حكت لها إن بناتها الاتنين ضايعين وجاية تعمل محضر. مورجان طمنتها وقالت لها إنهم هيلاقوا العيال. في الكلام، الست قالت إن جوزها اللي مطلقها اسمه ويندل كان مهووس بالبيئة، وطول عمره كان نفسه يعيشه بعيد عن الحضارة. كان عايز ميا والبنات يعيشوا من خير الأرض. لما سمعوا الكلام ده، الضباط بدأوا تحقيق مع ويندل جوزها اللي مطلقها، واكتشفوا إنه كان مقدم على باسبورات للأطفال الشهر اللي فات. كده بقى هو المتهم الأول في خطف العيال. فراحوا الضابط كارادات ومورجان بيته، ملقوش حد، بس مورجان لفت نظرها صوبة زراعية قريبة وراحت تشوفها. لقت خيار وطماطم مزروعين جنب بعض، وده غريب عشان الزراعتين دول ما ينفعش يترابوا مع بعض، وبما إن المتهم مهتم بالبيئة المفروض يكون عارف كده. مورجان استنتجت إن صوبة كانت فاضية في الأول، بس حد نقل الزرع فيها. الضابط كارادات قال يبقى أكيد المتهم نقل الزرع في الصوبة علشان يداري على حد أو حاجة. فبدأوا يحفروا في الأرض ولقيوا جثة ويندل المتهم مدفونة. ده معناه إنه كان ضحية لحاجة أكبر، وإن البنتين اللي ضايعين في خطر. وهم بيكشفوا المكان، عسكري جه قال إن واحد من الجيران كان بيشوف الراجل الميت ده كتير مع ست شعرها أحمر ولابسة نظارة. عسكري تاني لقى صورة لراجل وست كبار في السن في أوضة المجني عليه. فقرروا يعرفوا علاقتهم إيه بالقتيل، والدنيا لسه بتكشف أسرارها. يا ترى مورجان والمخبر كاراداك راحوا فين؟ راحوا لوالدة البنات اللي اتخطفوا، وهناك اكتشفوا ان ابوها عايش في قصر كبير، وكمان عدوا سواق مخصوص مستنيه بالعربية. والمخبر كاراداك بيحقق مع العيلة. مورجان استغلت الفرصة واتصاحبت على واحدة من الخدمات اللي في البيت، واللي كشفت لها ان المتهم قبل ما يموت بكام يوم كان اتقابل مع الحما. في المكتب، مورجان قرت التقرير اللي كتبته حماية الطفل عن المتهم، وقالت للمخبر كاراداك إن التقرير مش ماشي مع اللي الناس بتقوله عن المتهم. الناس كلها كانت بتقول إنه حنين وطيب، لكن التقرير كان كله كلام وحش عنه. فبدأوا يدوروا ولا الأخصائية الاجتماعية اللي كتبت التقرير، واكتشفوا إنها ست شعرها أحمر ولابسة نظارة اسمها سارة دي بقت المشتبه الرئيسي. ولما راحوا يزوروها، مورجان لفت نظرها فواتير رجالي كتير مرمية على الترابيزة، وكمان لاحظت إن سارة بتستخدم صابون مواعين رخيص، وده معناه إنها مفلسة. بس الغريبة لقت وردة أوركيد هاواي طازة محطوطة في أوضتها، والورد ده أصلا مش موجود غير في هاواي، وده معناه إن سارة كانت مسافرة هاواي قريب. يا ترى الشبشب النائم ده مريحها إزاي في منتجع 5 نجوم؟ هنا مورجان استنتجت إن سارة بتشتغل مع الحما الغني، وإنه دفع لها رشوة عشان تكتب تقرير وحش عن الراجل اللي مات. أول ما سارة سمعت الكلام ده، اعترفت على طول إن الحما رشها ناس كتير عشان يصوروا الراجل اللي مات ده على إنه شخص وحش. الحما اشترى ضمير ناس كتير، وجه الوقت اللي لازم يوقفوا فيه المهزلة دي. راحوا جري على طول عشان يقبضوا على الحما. واحد من السواقين اللي في البيت اعترف كمان إن الحما راح مكان ما يوم القتل. أثناء التحقيق، المخبر كاراداك رجح إن الحما استأجر قاتل مأجور عشان يخلص من الراجل اللي مات ده، عشان الراجل ده كان معاه دليل على أعماله المشبوهة. ورغم إن الحما أنكر الكلام ده، إلا إنه انهار تحت الضغط بعد ما المخبر كاراداك اقتنع إن القاتل المأجور ده ممكن يكون له علاقة بخطف الأطفال. لازم يتحركوا بسرعة. طب يلا بينا نقبض على القاتل المأجور، بس العيال مش لاقيينهم في حتة. دلوقتي رجعنا لنقطة الصفر. المباحث ابتدوا يشكوا إن أم العيال اللي اتخطفت أكيد ليها مصلحة في قتل جوزها القديم، عشان كان ناوي يفضح شغل أبوها اللي مش تمام. لما مورجان سمعت الكلام ده اتعصبت قوي وحاولت تبرأ الأم، بس المباحث مصممين يحطوها في قائمة المشتبه فيهم. فجأة ضابط بيقول إن أم البنات اللي اتخطفوا اتمسكت وهي بتسحب مبلغ كبير قوي من البنك واختفت من ساعتها. بكده المباحث بيتوقعوا إن الأم هي اللي قتلت جوزها القديم وخطفت العيال عشان ما تتكلمش. التوقع ده بيوصل لخناقة بين مورجان والمخبر كراك.
بالليل ومورجان بتتفرج على الأخبار عن البنات اللي اتخطفوا، لمحت تحفة ورا صورة البنت وافتكرت إنها ما شافتهاش لما راحت تفتش البيت، وده معناه إن حد خدها. بالخيط ده بدأت تدور على النت عن التحف الصينية ووصلت لمحل بيبيع تحف. في المحل قابلت أم البنت اللي اتخطفت وسألتها ليه عايزة تبيع التحفة. فالست اعترفت إن الخاطف اتصل بيها وطالب فدية، عشان كده كانت محتاجة فلوس عشان ترجع بناتها، وهي خايفة تبلغ الشرطة عشان بناتها ما يتأذوش. فمورجان قررت تساعدها. بلغوا المخبر كرادك بالتطورات دي، فاقترح انه يروح مع الام لمكان تبادل الفدية. الام وصلت المكان وادت شنطة الفلوس للخاطف، بس هرب من غير ما يفرج عن البنات والكل متوتر. المخبر كرادك كشف انه كان حاطط جهاز تتبع في شنطة الفلوس، فطلعوا يجروا ورا عربية الخاطف، بس لقوا عربية بتولع ومفيش فيها أطفال. ومورجان بتفتش العربية المحروقة، شغلت الراديو، فالمحطة اتغيرت لوحدها لما حطت أغاني أطفال، وهنا افتكرت كل حاجة في لحظة. فاكر كويس لما راحوا بيت حماه الغني، واحد من السواقين كان بيسمع إذاعة مراهنات وعربيته كانت مركونة بحيث شايف أوضة أم البنت المخطوفة. مورجان استنتج من ده إن السواق كان بيحب الأم، وعشان كده دبر الخطف عشان ياخد فلوس من العيلة ويعيش عيشة تليق بيه عشان يطلب إيدها، وكمان قتل أبو العيال ودفنه في الصوبة عشان يعرف يخطف البنات. في التحقيق السواق اعترف إنه خطف البنات وخباهم في جبل، بس عرفوا يهربوا. والبوليس بيدور على البنات في الجبل، اكتشفوا إن البنات الصغيرين عملوا علامات استغاثة عشان أبوهم اللي كان مهتم بالبيئة علمهم كده، وبكده قدروا يلاقوا البنات عن طريق العلامات ويرجعوهم لأمهم اللي كانت قلقانة عليهم موت. تاني يوم مورجان خدت بنتها معاها الشغل عشان توفي بوعدها، وهي بتوريها المكتب البنت استأذنت عشان تدخل الحمام. في نفس الوقت الست غريبة دخلت القسم وخطفت السلاح من ظهر، مسكت الكل رهينة وقالت إن في قنبلة مزروعة في أماكن مختلفة في القسم، وشريكها في الجريمة لم كل تليفونات الضباط. مورجان عرفت تبعت رسالة لبنتها عشان تخرج من المبنى. البنت استلمت الرسالة وهي خارجة سمعت صوت ضرب نار في مكتب أمها فترددت. في الوقت ده المجرمين ماسكين الضباط رهينة وبيشرحوا إن واحد صاحبهم هيتهم بجريمة أكل ما عملهاش، وعايزين الضباط يلاقوا دليل يثبت براءته. بره القسم الملازم كرادك ووات بيدوروا على معلومات عن المجرمين، واكتشفوا انهم كانوا جنود في الجيش الامريكي. الجنود اتصلوا بالملازم وقالوا لها تلاقي دليل يثبت براءة صاحبهم والا كله هيموت، يبقى القسم ده هيتحول لتراب. يا عالم الغيب، بنت مورجان لسه ما خرجتش من المبنى. في نفس الوقت الضابط والمخبر كاريداكت بيجمعوا معلومات عشان يثبتوا براءة صاحبهم. زي ما التحقيق اللي فات بيوضح، عسكري كبير اتقتل جوه عربية كرفان، وكل الأدلة كانت بتشاور على واحد اسمه لوجان واللي اتقبض عليه في ساعتها، بس صحابه مصممين انه والضابط بيكمل تحقيقاته بره الاسم. العسكريين اللي ماسكين المخبرين كرهينة أجبروهم يرجعوا لبوردة القضية. واحد من المخبرين بيبص على البوردة وبيأكد إن كل الأدلة بتأكد إن لوجان هو القاتل. في اللحظة دي مورجان بتقاطعهم عشان تقول إن فيه حاجة ناقصة من مسرح الجريمة، تفصيلة صغيرة، بقعة دم بزاوية حادة، وده معناه إن حد شال ملف أو ورقة بعد ما الدم اتكب. بالخدة مورجان بتستأذن عشان تكلم المخبرين اللي بره. بتطلب من المخبر كاريداكت يدور في عربية الكرفان بتاعة القتيل على أي ورق مطبوع، بس ما لقيش حاجة، فبيقرر يدور في الكمبيوتر بتاع القتيل على آخر ملف كان شغال. بيكتشف إن القتيل كان بيكتب تقرير عشان يعاقب عسكري مجهول، والكل مصدوم من الكلام ده. العسكري اللي ماسكهم كرهينة بيكتشف بنت مورجان مستخبية في ركن، فبيجيبوها عشان تنضم لبقية الرهائن. في نفس الوقت المخبر كاريداكت بيطلب من بنت القتيل تيجي عشان يستجوبها، وبتحكي إن أبوها كان مخلف ميعاد العشاء بتاعهم قبل ما يموت عشان كان مشغول. فالمخبر كاريداكت بيقترح على مورجان إنها تبص على سجل المواقع بتاع تليفون القتيل في اليوم اللي مخلف فيه ميعاد بنته. مورجان بتبص في التليفون وبتكتشف إن القتيل راح مكان معروف بتجارة المخدرات، وبكده الخيوط بدأت تتكشف والحقيقة قربت تظهر. بص يا سيدي،
قبل ما يروح مصحة علاج الإدمان، الضابط الكبير أمر واحد من العساكر يدور في الملفات على أي عسكري ليه صلة بالقتيل ويكون متورط في موضوع المخدرات ده. في نفس الوقت الراجل اللي خاطفهم بدأ يقلق من تأخير التحقيق، عمال يحاول يقنع شريكته إنهم ما يأمنوش للشرطة، بس هي بتهديه. استغل الضابط الفرصة دي وحاول يقبض عليهم، بس بالغلط خد طلقة في رجله. مورجان قعدت تتوسل عشان يلحقوه بسرعة، بس الخاطفين رفضوا. فراحت مورجان كشفت لهم إن الست اللي خطفهم حامل، وكمان على علاقة بلوجان الراجل اللي مسجون ظلم. لما سمع كده الخاطف التاني قام عامل خناقة، فاكر إن شريكته بتبيعه، بس هم لموا الموضوع بسرعة. محدش بيضحك عليك. مورجان استغلت عواطفهم عشان تقنعه يسمح للضابط في تعالج، فوافقوا يبعتوا الضابط المصاب مع بنت مورجان. في الوقت ده الضابط كرادك راح آخر مكان كان فيه القتيل قبل ما يموت، وبلغ الضابط الكبير بسرعة إن آخر مرة شافوا القتيل كان مع عسكري أشقر، بس للأسف صور الكاميرات مش واضحة فمش قادرين يميزوا وشه. ده أدى لخناقة كبيرة بين الخاطفين، والراجل بيقول إن الشرطة مش هتوصل لحاجة. الست بتحاول تهديه بس هو بيتعصب أكتر. مورجان بقى قاعدة في الركن بترتب خيوط القضية في دماغها ووصلت لاستنتاج. بتقول إن من تحقيق اللي فات اكتشفوا إن القتيل كان شاري جهاز تتبع قبل ما يموت بكام يوم، وده معناه إنه كان بيتتبع حد لما راح مركز بيع المخدرات. ولو اللي قتل فرانك ما كانش يعرف إنه بيتتبعه، ممكن يكون لسه لابس الجهاز. مورجان بصت في تليفون القتيل واكتشفت تطبيق لتعديد المواقع. التطبيق ده بيشير إن الشخص اللي بيتتبعوه كان زار عربية الكرفان يوم القتل، وبناء على كده مورجان بتفترض يا ترى إيه اللي هيحصل. بص بقى، المفروض القاتل ما يعرفش إنهم بيتتبعوه، فالبنت دي بتستخدم البرنامج عشان تعرف مكانه، والضابط كرادك بيروح يقبض عليه. يعني كده أنت مقبوض عليك بتهمة قتل فرانك. الكابتن التاني لما شاف الدنيا اتقلبت راح ضارب زميلته من ورا، خطف سلاحها ورفض يسيب الرهينة وطالب طليقة يهرب بيها من القسم. قعد يهدد إنه هيفجر قنبلة في المكتب، بس مورجان بسرعة عرفت إنه بيهبد ومفيش أي قنبلة. الكابتن اللي اتضربت فاقت وأكدت إن موضوع القنبلة ده كان مجرد كلام. قاموا متكتفين عليه وخلصوا الرهائن بأمان. بره مورجان اتقابلت تاني مع بنتها، ولوجان الراجل اللي اتسجن ظلم خرج. بعد كام يوم الملازم نادت مورجان مكتبها وقالت لها في جديد في قضية جوزها اللي مفقود. الملازم كشفت إن جوز مورجان كان بيقابل راجل غريب كتير قبل ما يفي. الراجل الغريب ده اسمه كونفورث. مورجان لما سمعت كده قالت إنها ما تعرفش الراجل ده، فالملازم قررت ترتب مقابلة معاه. تاني يوم رتبوا مقابلة مع كونفورث. لما سألوه عن جوز مورجان اللي مفقود اللي قابله من 15 سنة، كونفورث ادعى إنه مش فاكر حاجة، بس مورجان اترجته يساعدها تلاقي جوزها، فراح عارض صفقة. طلب إنهم يفرجوا عن ابن أخته اللي داخل السجن بتهمة بسيطة. الملازم لما سمعت كده وافقت تساعد، بس بشرط إنه يدي معلومات مفيدة عن جوز مورجان اللي مفقود. تاني يوم الملازم نادت الضابط كرادك مكتبها وحكت له كل حاجة عن قضية جوز مورجان اللي مفقوده، وبعدين طلبت منه يساعد في الأفراج عن ابن أخت كونفورث من السجن. في الليل ده ومورجان مروحة من الشغل قابلت كونفورث اللي سألها عنه. تعالي أم أقولك، في واحد خدها مشوار بالعربية. جوه العربية قال لها إنه مسافر قريب بس هيجيب معلومات مفيدة عن جوزها اللي ضايع. مورجان رجعت لحياتها اليومية وحل قضايا القتل مع بعض. في يوم الضابط الكبير عزم كل الضباط اللي في المكتب على حفلة كبيرة شرطة معمولة لكل الضباط البلد، يعني كلكم هتبقوا موجودين ومتشيكين آخر. بس فرحتهم دي ما كملتش لما الضابط كراديك استلم إيميل من واحد. الإيميل فيه صور لواحد مخطوف وماسك ورقة مكتوب عليها ساعتين وتتحط. الضابط كراديك خمن إن الخاطف عايز يلعب معاه لعبة، فواحد من الضباط عمل بحث عن بيانات الرهينة وعرفوا هويته. لما لقوا علبة توصيل على باب البيت، لما فتحوا العلبة لقوا مورجان رصت القطع بسرعة وظهرت، بس في قطع ناقصة عشان البامل. فالضباط استنتجوا إن الراجل محبوس في المكان اللي القطع ناقصة. المكان ده بيشاور على الجبال. فالضابط كراديك ومورجان طلعوا يدوروا، وهم بيدوروا في المنطقة لقوا خيط تاني خلاهم يلعبوا لعبة كوتشينة عشان يعرفوا الطريق جاي. بعد ما لعبوا اللعبة وريتهم الطريق اللي المفروض يشوفوا فيها، فكملوا الرحلة في بال. بعدين قفروا على لغز تاني، ولما حلوه اكتشفوا مكان الراجل المس. بعد ما أنقذوا الراجل
حكى إنه اتهاجم وهو بيته، وإن الضابط الكبير غصبه يلعب، وقال إن الضابط الكبير كان لابس قناع انمي وما تكلمش ولا كلمة. ومورجان بتبص على لوحة القضية، لاحظت إن الضابط الكبير خلاهم يحلوا بازل أطفال، وده معناه إن المتهم ممكن يكون مهووس بألعاب الأطفال بس ما عرفوش يطلعوا أي حاجة. يبقى السر كله مستخبي في تفاصيل ألعاب العيال. في ليلة من الليالي مورجان بتقابل كونفورث عشان تعرف آخر الأخبار عن قضية جوزها اللي اختفى. الراجل بيقول لها إن قبل ما جوزها يختفي بكام يوم كان قلقان على أهله، وإنه كان شغال مع ست غريبة اسمها ليلا فلين. مورجان معرفتش الاسم ده، فكونفورث وعدها إنه هيكلمها بتفاصيل أكتر في الأيام اللي جاية. تاني يوم الضابط بيلاقي 3 عرايس غريبة مكتوب عليهم اللعب لسه بيبتدي. ساعتها فهموا إن المجرم ده مريض نفسي وبيلعب لعبة مع الشرطة. وهم بيحاولوا يحلوا القضية، واحد من الضباط فجأة اعترف إنه يعرف الراجل اللي كان مخطوف. وهم قاعدين بيسمعوا له حكى إن الراجل المخطوف كان عضو في جلسة علاج نفسي خاصة للناس اللي فقدت حبايبها. لما سمعوا كده الضابط الكبير أمرهم يستجوبوا كل اللي في مجموعة العلاج النفسي اللي ممكن يكونوا عارفين حاجة، وكمان أمر مورجان تدور على سبب إن المجرم بعت 3 عرايس أطفال. في مجموعة العلاج الأعضاء قالوا إن في واحد غايب دايما بيتكلم عن الألعاب ومهووس بيها، وقالوا إن الراجل ده كان فقد أخته وكان زعلان إنه ما بقاش عارف يلعب معاها تاني. بعد الاستجواب المسؤولة عن العلاج النفسي قالت إن في واحدة من الأعضاء غايبة عن الاجتماع وده مش من عادتها. فالضابط راح بيتها لكن لقى الدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني. لما طفوا النور في الشقة لقوا رسالة غامضة مكتوبة على الحيطة بتقول ما تعرفش في الضلمة. مورجان حللت الموضوع ده واكتشفت إن صاحبة الشقة كانت مترجمة لغة إشارة وبتشتغل مع الصم والبكم، والصم والبكم ما بيعرفوش يتواصلوا في الضلمة. مورجان ربطت كل ده ببعضه وقالت إن ال3 عرايس اللي لقوهم كانوا مكتوب عليهم كلام بلغة الإشارة، وبعد ما حللوا لغة الإشارة اللي على العرايس وصلوا. يا ترى هيوصلوا لإيه؟ طب وبعدين بقى جات لهم رسالة تانية غريبة ودلتهم على مكان عضوة العلاج النفسي اللي طفت. الست كانت محبوسة في صندوق ومقفول بكود، ومورجان حلت الشفرة لما حللت اللوحة اللي كانت متعلقة على الحيطة. بعد الليلة دي الضابطة عينت حارس لكل واحد في مجموعة العلاج كإجراء احترازي، وبعدين قالت للمباحث يستعدوا لحفلة الشرطة بالليل. مورجان روحت عشان تجهز نفسها، بس فجأة وصلت لها رسالة من كونرث بيقول لها يقابلوا بعض في مكان عشان يعرفها آخر الأخبار عن جوزها. في نفس الوقت الضابط كاريداج قابل صاحبه اللي شغال في FBI. صاحبه قال له إن ليلا فلين الست اللي كانت شغالة مع جوز مورجان اللي اختفى كانت عميلة سرية واتقتلت من 5 سنين. ليلا فلين كانت عميلة سرية للFBI. صاحبه ادى الضابط كاريداج ملف فيه كل حاجة عن الست دي قبل شيء. في الناحية تانية الضابط اللي كان من ضمن مجموعة العلاج النفسي كان بيجهز عشان يسوق ويروح الحفلة، بس فجأة الايرباج خبط فيه، وبعدين ظهر راجل غريب لابس لبس شخصية كرتون. في الوقت ده كل الضابط وصلوا الحفلة، بس لاحظوا ان في ضابط ناقص، فواحد منهم اتطوع يروح له البيت. في نفس اللحظة الضابط كاريداج طلب من مورجان يرقص معاها، وقدر يقنعها تسيبه يقابل كونرث ويحل قضية جوزها. بالليل اكتشفوا ان الضابط اتخاطف من المجنون بتاع الألعاب وساب لهم شوية ألغاز بيته. بعد ما حلوا الألغاز اللعبة ودتهم على بيت مهجور في حمام سباحة. هناك لقيوا الضابط اللي اتخطف بيغرق في حمام السباحة فلحقوا. تاني يوم الضابط كاريداج قال كونرث. صحيح اتخانقوا شوية بس في الآخر كونرث وافق يديله معلومات مفيدة عن جوز مورجان اختفى. في اليوم ده ومورجان وعيالها بيحطوا مشترياتهم في العربية جه راجل عرض عليه قعدة مشي. بعدين بقى وهم بيرصوا حاجات البيت اللي جابوها ابنها لقى كوتشينة مكتوب عليها كلام يخض: انتي اللي هتكوني مورجان
وفي نفس الوقت الضباط في الاسم بيرسموا شكل الواد الجمر المجنون، بس اللي في الرسمة ده بقاله 4 سنين في مصحة علاج إدمان، يعني في حد بيتقمص شخصيته. فلحظة دي مورجان استوعبت إن الراجل الغريب اللي ساعدها في مشترية البيت ده هو أكيد الجمر المجنون. وهي بتحاول تربط الخيوط ببعضيها، فجأة تليفونها رن، وكان الضابط كاردك بيقول لها إن جوزها المفقود لسه عايش. انت بتقول ايه رومان؟